ازيكم؟ صباح الفل. النهارده بقى 29 وزي ما وعدتكم عشان نكون مع بعض خطوه بخطوه. النهارده اقامه الاستاذ خالد وعمير من الجزائر وعمرو برضو من مصر عشان خاطر النهارده هيبصموا هيتصوروا عشان يطلع لهم كارت الاقامه. بعد ما نخلص نقول لكم التفاصيل كلها. وده الاستاذ عمير اخونا من الجزائر، تحيه للشعب الجزائري، واخونا عمرو من مصر برضو. وادي السيف ورانا اهو ماشي. ان شاء الله دعواتكم ان ربنا يكملها على خير وبالتوفيق للجميع. وبعد ما نخلص البصمه نرجع ونقول لكم ايه اللي حصل. الحمد لله خلصنا اقامات للناس، ولكن خلونا بقى نروح المكتب ونتكلم في باقي التفاصيل. بس طبعا في ناس مش عايزه تصور، وليهم طبعا كل الاحترام والتقدير. مش هقدر ان انا ارغب حد ان هو يصور غصب عنه، بس عمرو هيصور معايا. خلينا نروح المكتب ونتكلم ونقول تفاصيل الإقامة عن التكوين المهني وكانت تجربته عاملة إيه معايا. وفي نفس الوقت لو أنت مهتم بالتكوين المهني أو مهتم بتعديل الأوضاع، لو أنت جاي بفيزا السياحة ومحتاج أوراق في البرتغال بشكل قانوني، تقدر تتواصل معانا مع شركة لينس ماجيك، وإن شاء الله مش هنقصر معاك ولا مع غيرك حتى في معلومة. لو حتى أنت مش عايز تتعامل معانا ما عندناش مشكلة، مكتبنا مفتوح لكل الناس لأي معلومة بما يرضي الله. وخد المعلومه واطلع بره، اهم حاجه ان ورقك يخلص وشغلك يخلص. ولو محتاج اي معلومات تتواصل مع فريق العمل او اي خدمات خاصه بالبرتغال، حتى لو انت كنت موجود في اي دوله عربيه او اي دوله اوروبيه، بنبعت لك توكيل رسمي وبنمشي لك في الاجراءات. يلا بينا نروح الشركه ونتكلم مع الاستاذ عمرو. اول حاجه الف مبروك. الله يبارك فيك. ورينا بقى كده، وري بقى الناس عشان خاطر برضو الناس تبقى شايفه. ده ان شاء الله الميعاد. بس داري اسمك، ده الصورة اهي ودار البيانات ماشي. ربنا كرمه وخد الإقامة عن طريق التكوين المهني، وأول ما يستلم البطاقة إن شاء الله برضه هنتصور معاه. قول لي بقى يا باشا، أنت من أول ما قدمت يوم إيه؟ تاريخ كام؟ قدمت يوم 20/10. حلو. جاب لي الميعاد بعدها بأسبوع قدم لي في المعهد. تمام. دفعت الفلوس طبعا 75%، وبعد كده جاب لي الميعاد. بعد ما جاب لي الميعاد في 29 ديسمبر. ايوه. النهارده ان شاء الله 29 ديسمبر رحنا بصمنا بفضل الله والامور مشيت تمام الحمد لله، وربنا كرم يعني الحمد لله. طيب. وان شاء الله في انتظار الكارت باذن الله. دلوقتي انا بس عشان خاطر في ناس كتير بتقول ايه، اللي داخل باقامه او داخل بفيزا وانتهت ما ينفعش يقدم على التكوين المهني. الراجل ده دخل قانوني الاتحاد الاوروبي، ده من ضمن الهري والفتي الناس اللي هي ايه بتقول لك اصل الفيزا بتاعتك لو انتهت ما ينفعش تقدم على التكوين المهني. لا يا حبيبي تنفع، وادي التجربه بينه اهي. راجل بصم وان شاء الله يطلع له كارت الاقامه والفيزا بتاعته. الفيزا بتاعتك منتهيه بقى لها قد ايه؟ منتهيه بقى لها 10 شهور. 10 شهور منتهيه. تمام. وكنت داخل قانوني قانوني وقدمت على التكوين المهني. قدمت على التكوين المهني. يعني الكلام اللي انت نفسك كنت انت قلقان منه، كنت بسمع الكلام ده، كنت بتسمع الكلام ده وقالوا مش هتبصم والحمد لله بصمنا، وان شاء الله في انتظار الكارت باذن الله. فان شاء الله باذن الله. فيا جماعه سيبوكم من الناس اللي بتهري على الفيس. الناس دي اهم حاجه الورق بيترتب بشكل صحيح. وفي حاجات تانية بالنسبه للشغل انا معلش برضو مش هطلع اقولها لان ده اكل عيشي دلوقتي. انا الاول كنت بطلع اقول للناس اللي عاوز يروح يقدم واللي عاوز يعمل مع نفسه، انما في تركات كده بقى الواحد بيعملها في اوراق بتخليك ان انت تاخد الاقامه. برضو الناس اللي تقول لك ايه انت بتبصم وما بتاخدش الاقامه ليه؟ هو احنا شغالين عند منقنق؟ هي اداره الهجره دي هتلعب معانا؟ يعني عشان خاطر انت تيجي هتقول لك تعالى ابصم وتعالى تصور وبعد كده تقول لك لا مش هنديك اقامه؟ انت ورقك مستوفي تمام. لو عندك اوراق ناقصه بتقول لك في خلال 10 ايام هات لي الاوراق. احنا الحمد لله ما اتعاملناش كده. طلبوا منك اوراق؟ لا. يعني الاوراق والملف متقدم بشكل صحيح كله تمام من الجامعه ومن الفيش والتشبيه والحاجات دي كلها؟ كله تمام. قول الصراحه. ولما يطلع الكارت هنيجي نتصور هنا برضو ان شاء الله يا باشا ان شاء الله. بس في اي عواقب قابلتك؟ في اي مشاكل قابلتك زي اللي بتقابل الناس التانية؟ دخلنا المحاميه كانت مجهزه كل شيء طبعا. المحاميه بتروح معاك. دخلنا المحاميه تبعنا. طبعا. المحاميه جهزت الورق. دخلنا طلبتني من بره دقيقتين 2 بصمت. كتبت لك الابلكيشن. ملت الابلكيشن. وقبلها بيوم او قبلها باسبوع طلبنا منه الملف، رتبناه هنا في الشركه. تمام. بعد ما رتبناه رحنا تاني يوم خدنا الاصول منه الفيش والتشبيه
والدخول القانوني والتاشيره، وطبعا كان معاه الباسبور. طيب انت في حاجه عاوز تقولها للناس اللي هي بتفتي على الفيسبوك والناس اللي هي بتفتي على الحاجات اللي كانت مخوفاك وبتسالني عليها؟ الحاجات اللي كانت مخوفاني ان انت مش هتبصم. في الورقه دي هل مكتوب منك ان انت تجيب اوراق؟ مكتوب ان ده ميعاد انت بصمت وفي انتظار الكارت من الايمن. طيب الكروت برضو بالنسبه للبرتغال يا جماعه، تعالى اقعد. بالنسبه يا جماعه برضو عشان خاطر يعني الكل يبقى فاهم الموضوع دوت. اي اقامه في البرتغال عشان خاطر انت تعملها معروفه ان انت لازم تقعد من شهر لحد اقصى 3 شهور. اكتر من 3 شهور يبقى انت في مشكله عندك. تمام؟ انا لما خدت اقامتي عن طريق المانيفستو الكارت جالي بعد 40 يوم. فانت مش شرط ان انت تبصم النهارده الكارت يجي لك، يعني عشان في ناس التكوين المهني البطاقه بتاعته تتاخر. مش بتتاخر، تكوين مهني، عقد عمل، دراسه، اي اقامه في الدنيا خلقها ربنا في البرتغال، والراجل دوت عارف الكلام دوت وجه البرتغال اهوت، واكيد سال صحابه اللي خدوا اقامه عن طريق المانيفستو، خد اقامه عن طريق عقد العمل، خد اقامه عن طريق الدراسه. الكارت بيجي لك على العنوان اللي احنا حطيناه اللي هي الجوطه بتاعتك. تمام؟ طبعا احنا بنعمل له الملف بالكامل واوراقه كلها بنخلصها له، وما بنسيبوش لحد ما بنروح معاه وبناخده في العربيه، والمحاميه بتكون مستنيانا هناك في اداره الهجره لحد ما بنخلص له الاوراق كلها ونطمن عليه ونقول له الف مبروك وعايزين حلاوه بقى. ماشي حبيبي يا عمرو، الف مبروك، ربنا يتممها لك بخير، وان شاء الله لما يجي الكارت نتصور معاك تاني ونعرف الناس. وكانت كل التفاصيل اللي انا عاوز اقوله لكم في الاخر يا جماعه. محدش يصدق الكلام اللي بيتقال. في ناس مش بروفيشنال، في ناس ما بتعرفش تجهز الملف، في ناس ممكن بتعمل لك اوراق برخص التراب وبطريقه غير قانونيه. دلوقتي عشان خاطر تعمل شهاده الجنطه لازم ان انت تكون نفس الضامن ليك، اللي هو لو انت عامله بطريقه قانونيه المحامي يكون هو نفس الضامن بتاع السيجورانس سوشيال اللي هي يعني النيف يكون نفس الضامن للنيف. النيف اللي هو الرقم الضريبي، والسيجورانس سوشيال اللي هو الضمان الاجتماعي. لو العنوان والضامن مش واحد دلوقتي ما تعرفش تعمل شهاده الجنطه. ركز، انا الناس بتجيلي بتاخد معلومات، ما بجبرش حد يجي يشتغل ولا يعمل شغل عندي، بديله المعلومه لوجه الله. عاوز تيجي عندي يا مرحب، بنشتغل لك قانوني. انت بقى شايف ان انت بتقول ان انا غالي، لا انا غالي لان بعمل كل حاجه بما يرضي الله، بعمل لك كل حاجه قانونا عشان ما يجيلكش مشكله بعد كده. نشوفكم في حاجه جديده، والسلام عليكم. عليكم السلام.